عمرك سألتي نفسك أنا ليه بنجذب لنفس الشخص الغلط؟ يعني إيه نفس الشخص الغلط؟ يعني تخرجي من علاقة مؤذية ما صدقتي ربنا نتعك منها بالسلامة لشخص كان بارد في مشاعره، لشخص كان صعب، كان ليه طباع معينة، كان بيتهرب منك، كان غيور عليكي قوي وكنترولينج قوي. المهم أيا كانت مشكلته، الحمد لله إن أنت خرجتي من العلاقة دي. تلاقي نفسك بعد 3 4 5 شهور كده ارتبطتي بحد تاني متفائلة جدا منه، وكل شوية بقى لما تبدأي تعرفي الشخص ده تصحي على كابوس، وهو ان الشخص ده تيبيكال الشخص التاني، تلك الاصل العلقه اللي فاتت. دي مش صدفه، بس عشان لو انت ما كنتيش عارفه الموضوع ده، عشان ابدا امهد لك اكتر احنا هنتكلم على ايه. ليه في اشخاص لو جوزها خطيبها صاحبها ايا كان غاب ساعه، قفل تليفونه، ما بيردش عليها، بيرد باقتضاب شويه، فجاه الشخصيه دي مودها يتغير تماما، تبقى شخصيه تانية خالص، تبقى قلقانه، تبقى حاسه ان في حاجه غلط، تبقى حاسه ان الشخص ده هيسيبها، تبقى هتموت من القلق. في ناس تانية مجرد ما تحس ان الطرف التاني في العلاقه بدا يحبه، يطور مشاعر ناحيته، اي نوع من انواع الاستلطاف ده، بيعملوا ايه؟ اهرب يا صنبو. الهروب الكبير، بيهربوا من العلاقه اسرع ما انتوا بتقلبوا كده في الموبايل. يعني الشخص ما بيلحقش ان هو يعني يستعد ان الشخص التاني ده هيهرب. خد بس يا مدحت لما اقول لك انا مش بحبك لسه. فالمهم ان الشخص ده بيهرب. بداتوا تجمعوا هنتكلم على ايه؟ السر مش في حظنا الوحش ولا المهبب، عشان بس ما نبداش نندب على حظنا من دلوقتي، ولا ان احنا مش عارفين نختار صح، ولا ان احنا في حاجه غلط في شخصيتنا، ولا اي حاجه من الحاجات اللي بتيجي في دماغنا دي، بس عشان نقفل الموضوع. السر هي حاجه اتشكلت فينا من واحنا صغيرين. يومنا واحنا كل ما يحصل حاجه هتقول لنا انه احنا هعمل ايه وانا اللي بخترع الكلام ده. الحاجه اللي اتشكلت فينا من واحنا صغيرين اسمها نمط التعلق، الاتاتشمنت ستايل. الله اكبر، ناس كتيره جدا سالتني على الموضوع ده، فالنهارده هنتكلم فيه. ده السيستم اللي بيدير كل علاقاتنا العاطفيه واحنا مش حاسين، يعني هو شغال كده بالاوتو بايلوت في العقل الباطن، وده اللي هنفك شفرته في الفيديوهات اللي جايه. اولا واهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا الاسبوعي. بهرتكم الاسبوع اللي فات ان انا نزلت فيديو في العيد، وكلكم كنتوا شاكين ان مش هنزل فيديو، ولكن انا غير متوقعه. سالتوني كتير قوي على انماط التعلق وازاي نفك التعلق والحاجات دي، فيلا بينا نلبس بقى بدل الغطس علشان نغوص الى الاعماق ونجيب انماط التعلق كلها. للاسف مش هنقدر نرميها، لان هي لازم يبقى عندنا نمط تعلق يا جماعه، مش هينفع نبقى من غير اي انماط كده، معقوله؟ لان احنا عايزين نبقى اشخاص على قد ما نقدر نمط التعلق بتاعنا ما يبقاش نمط بيأثر على علاقاتنا بشكل سلبي. الفيديو النهارده هو فيديو تعارفي، هنتكلم فيه على كل انماط التعلق، وبعد كده هنتكلم باستفاضه عن كل نمط تعلقي ونعمل ايه علشان ان احنا نخرج من النمط ده للنمط الامن. يلا بينا. في الخمسينات في طبيب ومحلل نفسي اسمه جون بولبي عمل نظرية غيرت مفهومنا عن العلاقات تماما. عم بولبي كان بيقول ان طريقة تعامل اهلنا معانا واحنا صغيرين وطريقة تلبيتهم لاحتياجاتنا واحنا اطفال، لما كنا بنعيط، لما كنا بنخاف، لما كنا بنبقى محتاجين حب او طمأنة، بتسيب بصمة مستحيل، متكش قوي على مستحيل دي يا عم بولبي عشان احنا محتاجين نتغير، مستحيل تتمسح من جهازنا العصبي. ودي كارثة مهببة، بس لا، في ناس غيرت. لكن في الخمسينات اتطورنا، العلم اتطور كتير يا جماعه. فالبصمه دي بتتحول الى كتالوج للتعامل بتاعنا في العلاقات واختيارنا للاشخاص اللي بنخش في العلاقات معاهم. فور اكزامبل، لو انت شخص كنت اهلك بيمدوكي بالحب الغير مشروط وبالامان وبالاحتواء وبالاستماع وبالاهتمام وكل الحاجات دي، هطلع شخص نوعا ما سوي عاطفيا، يعني ما عندي احتياجات عاديه جدا اللي هي الاساسيه. اما لو كان في اهمال، عدم استقرار عاطفي، قسوه يا سيدي، تعذيب، الحاجات اللذيذه دي، هجر، رفض، فعقلنا بيبرمج نفسه على آلية دفاعية عشان يحمي بيها نفسه او يحمينا بيها. يعني بيحمينا من ايه؟ بيحمينا من ان احنا نكرر نفس الوجع ده تاني، والآلية دي هي اللي بتحدد احنا مين في العلاقات دلوقتي. مصيبه سودا وحطت على دماغنا يا عم بولبي والله العظيم. وعشان تعرفي ايه نمط التعلق بتاعك، خدوا نظريه مستر بولبي ده وطوروها بقى، وبعد دراسه طويله لقوا انه في 4 انماط اساسيه للتعلق. ورقه وقلم واكتبي ورايا ست الكل عشان تعرفي انت انهي نمط فيهم. الاول، التعلق الامن، ده الشخص المرتاح. لما قلنا ان عم بولبي لو انت شخص اهلك كانوا بيحبوك حب غير مشروط وبيدوك اهتمام وحب، هو ده اللي بجد في بقه معلقه دهب، ده الشخص المرتاح. بيعرف يحب ويتحب، عندوش، مش بيخاف من ان هو يقرب من حد، ولما حد بيقرب منه ما بيطلعش يجري كانه سارق حاجه. ولو الشخص اللي هو بيحبه انشغل او غاب لاي سبب كان لا يهرع. ولو الشخص ده في علاقه، فلو الطرف التاني غاب او انشغل لاي سبب كان، الشخص ده ما بيفترضش الاسوأ، ما بيفترضش ان الشخص ده خلاص بطل يحبه، مش هيبقى معاه تاني. الاشخاص دي عاده ما بيبقاش عندها مشاكل في الحدود، بتعرف تقول لا من غير ما تحس بالذنب. دي ناس لذيذه قوي. الاحصائيات بتقول ان الاشخاص دي هم 50%
من البشر، وانا متاكده ان الاحصائيات دي مضروبه ضرب مبرح كمان. مش ممكن يكون 50% من البني ادمين عندهم تعلق امن واحنا عاملين كده، نو واي. ده احنا كلنا مرضى نفسيين ولا استثني احد. فخلصنا بقى الامن ده عشان ده ممل جدا، ده ما فيهوش اي اكشن. الاكشن الحقيقي جاي. النوع التاني ده الشخص اللي على طول عايش في فيلم رعب، عنده احساس بالرعب غير عادي من كل اللي حواليه، واحساس ان كل اللي حواليه هيسيبوه. الرعب اللي عنده دايما من الهجر، دايما حاسس انه مش كفايه، دايما محتاج ري اشورنس، يعني الاشخاص اللي حواليه يطمنوه دايما ان هم بيحبوه. ولو بيحبوه، لسه بتحبيني؟ برضه لسه بتحبيني حبيبي؟ ما هي في نفس الدقيقه ما اكيد لسه بحبك بالعقل. لو الطرف التاني اتغير، نبرته اتغيرت، في اي حاجه في طريقته اتغيرت، اوتوماتيكلي الشخص ده بيبدا يجيله افكار كارثيه ان الشخص التاني ده هيسيبه، ان خلاص ما بقاش بيحبه. بيبدا دايما الافكار بتاخد الاتجاه بتاع الهجر. وبعض الاشخاص اللي بيبقى عندها النمط التعلق القلق ده بيبداوا ان هم يطاردوا الشخص التاني عشان مش عايزين الشخص التاني يمشي. هو متعب جدا جدا لاصحاب النمط ده. ده التعلق القلق او الانكشس اتاتشمنت. النوع الثالث ده بقى فيلم الهروب، ده الهارب بقى. ده بيهرب من اي كوميتمنت، من اي ارتباطات، من اي شخص يشم بس كده ريحه ان الشخص ده بيستلطفه، انا هطلع اجري. الاشخاص دي بتقدس استقلاليتها بشكل مرضي، مش شكل ان انا مستقل وخلاص، لا ده شكل مرضي. الشخص ده اول ما بيحس ان في مشاعر حقيقيه موجوده او كده، الشخص ده بيحس بذعر، رعب، يبدا ان هو يتجنب الاشخاص اللي هو في علاقه معاهم، يبدا ان هو ينسحب، يعمل سحبه مايكل كده لورا ويختفي خالص، او يفتعل خناقات كتيره عشان يزق الشخص ده يرجع لورا، يبقى عنده السبيس بتاعه او المساحه الشخصيه بتاعته اللي هو بيفتقدها في العلاقات. وده التعلق التجنبي او الافويدنت اتاتشمنت. النوع الرابع وده الاخطر والاكثر تعقيدا، وهو ميكس لذيذ ما بين القلق والمتجنب، فما بين الانكشس وما بين الافويدنت. واكتر حاجه نقدر نفهم بيها الشخص ده بيحس بايه، وهو انه الشخص ده بيبقى حاسس انه بيموت في الشخص اللي قدامه، ولكن بيزقه عشان هو مرعوب ان الشخص اللي قدامه ده هيأذيه. بيعمل الاثنين، انا انكشس من جوايا وبحبك وعايزه اتمسك بيك وكده، وفي نفس الوقت هزقك علشان انا خايفه ان انا اتجرح. فالنمط ده بيبقى عايز القرب جدا، ولكن مجرد ما يبقى فيه قرب يحس بخنقه وتبقى عايز تزق الشخص بعيد عنك. ونروح عاملين ايه؟ نروح زو قلبين الترابيزه على طول. وده اسمه التعلق الغير منتظم او الديسورجنايزد اتاتشمنت. هنا بقى بتيجي سخريه القدر والمفارقه النفسيه الكبيره، ان الشخص اللي عنده نمط تعلق قلق دايما بينجذب للشخص التجنبي. وده مش صدفه ولا قدرنا علشان احنا لازم الانسان يعيش معزز، ليه اسباب منطقيه، وهو ان الشخص القلق متعود دايما على المطارده، متعود دايما على فقدان الامان في العلاقه. فلو هو دخل علاقه مع شخص ان عنده نمط تعلق امن، مش هيطارد، فجاه يحس ان العلاقه دي ناقصها حاجه. عشان كده الانجذاب بتاعه دايما بيبقى جاه الشخص التجنبي، بيشوف في برود التجنبي حاجه مألوفه ليه وجاذبيه لا تقاوم. طب والتجنبي بقى هو بيعشق الحريه، ايه اللي بيخليه يخش في علاقه مع ده؟ ايه اللي بيخليه ينجذب للقلق؟ اقول لك، التجنبي بيشوف في مطارده الشخص القلق ده تأكيد على ان الشخص ده مطلوب، محبوب، مرغوب، دبدوب، لا يعني وفي نفس الوقت برضو لو دخل في علاقة مع شخص عنده تعلق آمن، هيجرى ايه؟ مش هيبقى بيهرب. فين الأكشن؟ أنا عايز أعيش الأكشن. لما بينجذب لشخص قلق وبيخش في علاقة مع شخص عنده النمط القلق ده، أول حاجة بيحسها ايه؟ أنا ده مبرر إن أنا أهرب، بس أنا لو دخلت في علاقة آمنة أنا مش محتاج أهرب، لأن الشخص ده مديني السبيس بتاعي. لازم يخش في علاقة مع شخص عنده نمط التعلق القلق عشان شفتوا؟ انا لازم اهرب، يعطيني حريتي، اطلق يدي. والاتنين بقى ايه؟ نقعد نرقص تانجو مع بعض، القلق مع المتجنب، جمعيه ودايره. بس هي الدايره دي بتدمر الصحه النفسيه للشخصين على فكره. للاسف دايما بتنتهي بقلوب مكسوره. الكل احنا اكتئبنا، احنا خلاص حاسين ان مفيش امل. اوعوا هاف نو فير، يومنا از هير. هعمل لكم ايه؟ بروبلي ولا حاجه، بس اقول لكم خبر حلو دلوقتي. الخبر الحلو ان اسلوب التعلق بتاعنا مش حكم مؤبد، يعني احنا مش لابسين فيه بقيه حياتنا. عقلنا مرن، ونقدر من خلال الوعي ان احنا نغير ده، ان احنا نتحول من اي نوع من دول للتعلق الامن اللي هو الوحيد اللي صحي فيهم. نعيش علاقه صحيه من غير رعب ولا فزع ولا هروب ولا لم شنط ومرمطه والحاجات دي. بس قولوا لي بس الاول، بعد ما سمعتوا الاربع انواع، اكتبوا لي في الكومنتس اكتشفتوا ان انتوا عندكم انهي نوع من انواع التعلق، وهل عشتوا القصص اللي انا بحكيها دي قبل كده ولا لا. الفيديو اللي جاي هنمسك بقى نوع ونفصصهم فيما عدا الامن، لان ده احقد عليهم. هنمسك في الفيديو جاي التعلق القلق، وهنشرحه تحت الميكروسكوب، وازاي نبطل نطارد ونعيش في تبات ونبات. لو عجبكم الفيديو اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان لما انزل فيديو تعرفوا فتتفرجوا عليه، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.